السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كليتكم بخير وصحة وعافية وراحة بال. آمين يا رب العالمين. نبدأ روتيننا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. شلونكم بنات؟ إن شاء الله مرتاحين؟ شلونكم على أجواء المدرسة؟ شلونكم على هذا الأجواء؟ ما شاء الله تغير الجو كسار، ونحمد الله عز وجل على كل حال. هنا بنات بعد أكيد روتين صباحي، وأنا دائما أحثكم على قعدة الصبح، وأقول جيد ما تقعدين من الصبح جيد ما خير وبركة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير يومكم بكورها، يعني قعدة الصبح عافية وراحة، ويبقى عندك مجال طويل تفننين بالطبخات. اليوم عندنا طبخة بسيطة ولذيذة، وانتم تحبون التدبير والتوفير وتحبون الميزانية والاقتصاد. بما أنه شجعتونا على هذا الشيء، أنا هم شجعت أكثر وأكثر أقدم لكم هذه الأشياء. هنا راح نسوي تبسي باذنجان. شو تقولون، باذنجان لو باذنجان؟ أنا والله أقول باذنجان. تبسي باذنجان بدون لحم، بدون هواي أشياء إضافية إحنا راح نضيفها من عندنا، ويصير طيب ويجنن مثل ما المناسبات والثوابات اللي يوزعون لنا إياه. باذنجان شلون تعرفيه تازة؟ شوفوا هذا العنق مالته الأخضر، أو شو تسموه انتو، العود الأخضر، يصير أخضر تازة. باعوا شفتوا لكم إياه، وينزل ربع الباذنجان أو نص الباذنجان الورق مالته، يعني هذا تازة. أنا غسلت الباذنجان وحثرمه حلقات شوية ثخينة، على مود إذا تقليه أو تضيفيه على التبسي ما يذبل بسرعة، تظل بيمونة. وبوتيتة وبصل. وسألتوني هماتين بنات على هذا المعجون، نوعيته زينة، ما أقول لكم جيدة ولا ممتازة، أقول مقبول. هو يمكن إيراني، بس طعمه مثل أباك عصير طماطة، بس ما يعطي ذاك الإحمرار. بس هذا المتواجد يمي مرات قريب على المحلات، أدزه أحسن نوعية تدرون أدسونسا، بس والله هذا موجود يمي فأدزه. وهذا اللي مسألتوني على كيف تغسيه بقاصر بنات، مو بس قاصر، هاي مرات مو أخلي قوري حار أو جدر حار وأجي أريد أصب أكل. تدرون أنا ما عندي كاونتر، يعني كاونتر مالتي تعليق، فخليه فيجي يعني مثل راح لونه، شلون ما احترق بس راح لونه. هنا أنا غسلت الباذنجان وملحته حتى شنو أريد أقلي، والبوتيتا والبصل راح أسويهم بالتبسي نفسيته أشتغلهم إن شاء الله. وعندنا اليوم موضوع كلش حلو نريد نحكي بيه، إفادة إلي وإلكم، أول ما أني أستفاد من عنده وأنتم والكل الأمهات الجدد إن شاء الله يربون بناتهم أو أولادهم تربية صحيحة من البداية. وإحنا نستفاد من خطأي وخطأ غيري، أني مثلا أستفاد من أخطائي أو أخطاء غيري أكثر من الصح. يعني إذا حياة كلها صح ماكو خطأ، بس من أكو خطأ راح تصير عبرة وموعظة. إن شاء الله نستفاد إحنا وياكم، ونرجع نصلي على محمد وآل محمد، واستغفر الله وتوب إليه من كل ذنب عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. فهنا إن شاء الله هنسوي غدانة. سويت أشياء كلش بسيطة ونستفاد إن شاء الله أنا وياكم من عندها. وهاي تقولوا لي مريحانة على ميزانية البيت وعلى التدبير والتوفير، والله بناتي اللي أقدر عليه دا أنزل لكم. وكلش أشكر المشتركين الجدد، وأقول أهلا وسهلا بهم، أكيد متابعيني وأخواتي موجودات كلكم على راسي. أشكر تعليقاتكم كلش حلوة ودعواتكم. بنات أنا منكم وإليكم، نفس حياتي وحياتكم إن شاء الله بالخير والسلامة، وندعو الله عز وجل يوفقنا ويسهل أمرنا ويقضي حوائجنا، آمين يا رب العالمين. وما أعرف شنو بعد أعبر شكر امتناني يعني لكم لكلماتكم الحلوة، بس أقول الله يجازيكم عني خير الجزاء. وقدر المستطاع دا أنزل فيديوهات إن شاء الله تستفادون من عندها، من كل شيء شنو تحبون، يعني عادة تدوير، اقتصاد، تدبير، ميزانية البيت. إن شاء الله الله يوفقنا بما يحب ويرضى، وأنتم ترضون إن شاء الله تستفادون من عنده. وهذا الروتين ماشي قدامكم إن شاء الله، وراح نكمل. يصير عندك مجال هواي تخلصين شغل، إذا عندك تعزيل، عندك تنظيف، عجون خبز، إذا عندك وقت تعجنين الصبح، يعني يصير يومك بوقت. بس إذا مثلا قعدتي بعد 10 ب11 تدرين فترة مدارس، يا دوب شو وقت تلحقين تنظفين، إيش وقت تسوين غداء، إذا ما عندك خبز شو وقت يجون أولادك المدارس يلقون شي جاهز، تظلين عصبية، تظلين كلش روح رياضية وطاقة إيجابية ومتمكنة على وقتك، يعني متمكنة على وقتك، ما تظلين يعني مخبوصة مثل ما نقول. فدائما أقول يعني حتى لو تريدي تناميش في الساعة وراهم، مرات واحد والله ليش أكون صادقة وياكم، هماتي أنا نعاس يدون فترة مدارس وبداية دوام وتحضيرات وياهم، ما تقدر تتركيهم
مرات انام لي ساعة هيجي، ومرات لا والله ما انام، اقعد الظهر انام، وهم ما اقدر انام، لا والله مرات انام، يعني حسب الوقت. بس مرات بالليل اخلص كل شغلي. الصبح يعني بس علي عندي الطبخة اطبخها، مثل عندي هيجي رتوشات بسيطة بالبيت، شغل يصير كليته بالليل اخلصه، مثل غسل ملابس اغسلهن، خبز انا دائما صيف شتاء اخبز بالليل، نادرا ما اخبز الظهرية. مثل عندي الطبخ يبقى لا الصبح، غسل المواعين يعني ما بقى شي بات للصبح الا اذا كنت شوي تعبانة مال خلق، الصبح اقعد. وانا طبعا عندي روتينات الحمد لله والشكر، شوي سجلت لكم، سويت تعزيلات تنظيفات شتوية، ان شاء الله انزل لكم اياها. هنا باعوا بنات، قطعت كل المخضر عندي، راس بصل معتبر، بوتيتي وفلفل، وهسه راح املحهم كليتهم وراح اشتغلهم قدامكم. بسيطة، طريقة كلش بسيطة وحلوة. عندي همتين تعليق كلش جذبني بنات يعني، وحبيت اطرحه عليكم ليش؟ للإفادة. إفادة يعني أنا استفاد وأنتم تستفادون. مرات خطأي خطأ غيري البعض تاخذه عبرة وموعظة، يعني احنا مو بس نستفاد من الصح، الخطأ أكبر شي تتعلمين من عنده. إذا كله صح صحت يعني ما عندك شي الحمد لله والشكر، بس من حتغلطين أو تسمعين أغلاط غيرك أو أخطائهم هتستفادين. تمام؟ خلنا أشرح لكم شوي على التبسي ونحكي بموضوعنا. هنا بنات جبت هنا الطباخ يمي، وقلت خلي اشتغل أنا بالمطبخ يعني ما أريد أطلع المطبخ الحار برا. جبت التبسي، ثرمت البصل وعلى شحم بنات، اشتغلت بدون لحم، لين احنا مو قلنا تدبير وتوفير، وهو بنات كاتبات لي مريحانة شوية الإمكانية وشوية دخلنا محدود. بنات عادي ترى كليتنا هيجي، والحمد لله والشكر رب العالمين. حتى لو عندك شقد ما عندك زايد بنات، ما بيه شي إذا دبرتي، وما بيه شي إذا اقتصدت ببيتك، مو بخل. احنا قلنا البخيل لا ما نقبل عليه، يعني أنا عندي زايد وما أنطي لأولادي وكل شي يحتاجوا أجيبه، لا، بس اكو تدبير، اكو اقتصاد، اكو شي اولويات، اكو شي الهن اهمية اكثر من باقي الاشياء. فعادي بنات، يعني لا تستحين من حياتك وتقبليها بكل رحاب الصدر، بالعكس انت بطلة، انت من تقدرين تقاومين الحياة، تقدرين تكونين شي لعائلتك، تقدرين حتى انا ما اقول لك تسوين فد قصر ولا تقعدين على البحر، لا، بس تقدرين الحمد لله والشكر مسيطرة على امورك، انت بطلة. يعني انت هنا فخر لنفسك، ما يحتاج الناس يقولون عنك، انت مدام كافية نفسك والحمد لله رب العالمين، نقول كل شي هون بعدها الف الحمد لله والشكر. فهنا شحن، خليت شوي شحن في الثوم طبعا، التبس كلش يحب الثوم، بس انا ضيعه لان جماعتي ما يحبون الثوم يعني. وراس بصل مثل ما قلت لكم معتبر، وفلفل تريدين الوان او بس اخضر براحتك. انا عندي فلفل واحد الوان، ما ادري اثنين باقيات عندي، والله من دا اخذ فلفل هو عنده خلالي اياها دقة ميزان، يعني ما مشتري الوان، ليش اكذب عليكم، لين يصير اغلى يعني صراحة. حمست الشحم شوية زيت، ليش؟ لان راح اقلب باذنجان. حمست الشحم بعصار اشقر ويا البصل والفلفل وفص الثوم همتين حمس، وانا بهذا الحكي برا دا اقلب باذنجان. وبعد ما يحمس وياخذ لون شو اسوي؟ صفط البوتيتة هم اخليها تذبل، والعودان مال الباذنجان يذبلن. راح اسوي لكم الصلصة هنا، هاي الصلصة هي السر التبسي مال المناسبات، وراح اسوي لكم اياها هم بتدبير واقتصاد وعادة تدبير، يعني اذا ما موجود عندك الاشياء الرئيسية تقدرين انت تستبدليها، يصير طعمه كلش طيب. معجون، نص خاشوقة ليمون دوزي، نص خاشوقة ملح لان انا خالي على مخضر ملح، نص خاشوقة شكر، نص خاشوقة فلفل اسود. بهارات مال التبسي قولي له، واذا ما عرفتي بهارات التبسي انا اقول لك شنو هي: شويه جوز الطيب، وشويه كمون وهيل وفلفل اسود. ومن هذا البنات الخل المدبس او الصلصه مال الطرشي المدبس مال النجف يخبل يصير بنات. فهنا عندي خل مدبس، انا اخلي الفلفل الحار اكبس بيه، ف3 خواشيق خلي زين عيني، وخلطيه كله تسويه، وزيت شوية يعني تحبسيه بالمخضر، لأن أنا خليت شحم وراح أقلب باذنجان فلا تكثرين. عندش ليمون خلي ليمون، هنا ما عندنا ليمون فعادي خلينا احنا شوية، نص خاشوقة كوب ليمون دوزي. هنا نحمس، وهاي الصلصة على جهة، خاشوقتين كبار معجون أو 3 خواشيق حسب الكمية اللي اشتغلت، يعني اشتغلت من كل شي نص كيلو،
يعني تثروس باذنجان، تثروس بوتيتي، راس بصل، راسين صغار فلفل. زين، فخاشوقتين مليانة معجون كافي عليه. شوفوا هنا ذبل عودان مال باذنجان والبوتيتي، وقليت الباذنجان راح اصفطهم، وبعد ما اخليهم شويه يذبلون، يعني هيك بس يذبلون، ما اريده لا يحترق ولا يتكرمل، يذبل يعني مخضر. البصل حمسته ويا الشحم ما صار اشقر، اصفطه كليته، وبعد ما صفطه خلي عليه المعجون. الصلصه اللي سويتها عباره عن خاشوقتين كبار معجون، نص خاشوقه كوب شكر، نص خاشوقه ليمون دوزي، نص خاشوقه ملح، بهارات فلفل اسود، وتخلين جوزة طيب شوية يعني برشي، وهيل، وبعد شنو قلت لكم، وفلفل اسود وكمون شوية بعد. وهذا الخلط المدبس. اذا ما عندش خلي صاص كاتشب. زين انا ما عندي كاتشب ولا عندي صاص ولا دبس الرمان، شنو خليت؟ عندي خلط مال الفلفل المدبس، يصير طعمه خرافي. جربوه بنات وتدعوا لي. قول الف رحمة على والديكم ريحانة، وانا اقول لكم والديكم الرحمة والمغفرة ان شاء الله. طريقة بسيطة واقتصادية، وانت تقدرين يعني تسعدين نفسك بنفسك، لا تصعبين الحياة. حياة صعبة صحيح، بس سهليها تسهل. دائما توكلي على الله ولا تضلين خايفة من كل شيء. مدام رب العالمين موجود ماكو شيء يعيقك. لو الدنيا كلها تجتمع عليه تريد تعيقك، بس الله موجود وعندك ثقة ويقين برب العالمين، فإن شاء الله يسهل كل الأمور. كل شيء بنات، حتى لو بطبخة، غسة مواعين، تنظيف البيت، لا بالكم تسهيل الأمور بس بالمشاريع العظيمة والكبيرة، لا، أبسط الأشياء الله يسهلها. مرات أشياء كلش بسيطة وشوفيها تصعب عليك، يعني تصعبيها. دائما تفائلي بالخير، ودائما كوني حامدة شاكرة رب العالمين، ودائما كوني انت صبورة. ترى من أصعب الشيء بالإسلام، أكيد إحنا مسلمين نعرف الدين، نعرف رب العالمين، نعرف كتابه، ونعرف رسولنا وأهل بيته، بس أصعب شيء إنه الصبر. والصبر يعني من أصعب العبادات. رب العالمين مرات يختص ناس يخليهم بهذا الصفة، الحمد الله وشكري على كل شيء. هنا راح أطبق التمن، شوية زيت، غسلت التمن نقعته، وخليت ماجي وشوية هيل وفلفل أسود وصبغ وزينة، زين عيني، ومي اللي يكفيه، يعني قد قستي تمن قيس مي، تمام. وخليته هنا لحد بس يفور ينشف مية، وهدره أغطيه بشيس نايلون، شنو يصير حباية نثرة كل وحدة لوحدها، وهدره وخلي. وهذا هو، صلى الله وبارك. بعد كل شيء ما علينا، خلصنا هاي الوجبة. راح ننظف المطبخ وهاي الأشياء، وراح أحكي لكم موضوع أردت أقول لكم إياه، قلت لكم شو بالتعليق جذب انتباهي. إحدى الأخوات كاتبت لي مريحانة، أنا عندي أولاد والحمد لله وشكر رب العالمين. عندي واحد من أولادي شفته مرة مرتين يعني مديدة على فلوس أبوه، يقول فأنا ما أقول لأبوه. ليه من أقول لأبوه عصبي وخاف يحكي عليه لو يضربه، فش أسوي؟ شنو تصحيني أبقى ساكتة؟ تقول فأنا منو بعد يعني أشوفه وأقول له وأنطيه بدون ما يدري أبوه، بس حتى لا أبوه يدري، لأن أنا أخاف عليهم وأحبهم، ما أريد أحد يسمع بالخبر، ولو أبوه يظل يضغط عليه لو يأذيهم. فايش أسوي أنا بهيك حالة؟ أنا أنطيه حتى ليه مديتي على فلوس أبوه. فأقولها يا حبيبتي تصرفك غلط، لا تزعلين مني، يعني أنا ما كتبت لها بالتعليق، بس أقول لك هنا تصرفك مو صحيح. أنت هيك حتعلميه يتمادى. إذا أنت على أبوه سترين عليه، جوز فد يوم أبوه شوفه خليه يحاسبه أبوه، يضربه أبوه، هو أبوه لأن حريص عليه، ما راح يضربه لو يحاسبه لأن هو كارهه، لأن يريد يربيه. من أساس التربية الصحيحة إن تراقبين ابنك بكل شيء، بس من بعيد لبعيد، بس ما تخليه مد إيده. أنت ما دام مقصرة عليه لا تخليه يمد إيده. مرة يمد إيده من أبوه، مرة الثانية يجوز تلقفوه وتحاسبوه. ما دام تعلم على هذا الشيء يروح من برا يسويش مصيبة أكبر. بلكي إذا أبوه يجوز يضربه، بس ما يطلع برا يسولف عليه يقول ابني مد إيده على فلوسي. جوز هذول يلزمون يقتلوه، يروحون يشتكون عليه، يفضحون مجتمع، بعد ما لكم عين تطلعون برا. وليش تعلميه على هاي التربية الخطأ؟ لا، لازم انت تقولي لابوه عليه، قول له يابا تعال ابو فلان، ترى فلان هيك شفته بدون اخوانه، لان هذا بعد كم يوم ما دام يحب الفلوس
ومتعلم على هذا الشيء، وجوز ياخذ أحد يضغط عليه، جوز أحد يعلم على هذا الدرب. مدام هيك دا يسوي، هذا اليوم خذ من عندنا باكر روح على غيرنا، ومن يقول هذول غيركم راح يسترون عليه ويسكتون عليه؟ لا. تدرين هسه ما شاء الله تبارك الرحمن جاك السوشيال ميديا، انت اذا تسوين ببيتك تنتشر بالبثوث، يعني ما تقدرين تسوين فد شيء اللي يسوي له يجي خطار يصب له استكان شاي كلها تدري، صحيح لو لا؟ عاد مو هيك خبر، ويا اكثرهم المحبين اللي يطمطمون اخبار، والحمى ما تجيش غير من الرجلين. والله العظيم انا اقول ابد تصرفك مو صحيح. بما انه طرحت الموضوع كتبتي لي بتعليق، انا ما رديت عليك بالتعليق، وكاتبت لي ردي لي مريحانه، والله شوف انا لو ما احبك اقول لك عادي يلا فضيها، بس ان شاء الله اذا تسمعيني اقول لك مو صحيح هذا تصرفك، خطا 100%. مو على مود لا ابوي حاسبه، ولا على مود انت لا تنقهرين، على مود هذا الطفل انت حتعلميه على شيء غلط، راح يتعلم يمد ايده، اذا باكر ما قدر يحصل من عندكم يروح على غيركم، وجوز يتعلم على شيء اكبر، جوز واحد يستدرجه شوي شويه، ما ادري يروح لك بعصابه، ما ادري يعلمه على شيء غلط، ما ادري يعلمه على درب مو صحيح. فانت بالعكس اقعدي توبوه واحكي له المضبوط حتى تطلعين من خطيته. اكو قصه كان ابوي الله يرحمه ويرحم والديكم يحكي لنا اياها من كنا صغار، دائما يقول من نحكي يقول فلانه ايش قد تحب ابنها، فلانه شلون بدا يقولها خاف مثل سالفه محمد حرامي، مع احتراماتي ما دا اقصد على ابنك امانه الله ورسوله، بس هي القصه هيك تقول. شلون هذا محمد حرامي؟ فمره قلنا له يعني شنو هاي القصه؟ قال باعوا هاي قبل يعني هم اهله مسولفين لي يعني هاي للعبره، ولد صغير مدلل عند امه تموت عليه امه، بس هالولد عندها هذا يطلع للعرب بدون قبل قرى ورياف هالاشياء، يطلع للعرب شي لقى يوم لاقي له بيضه جايب لها، يوم ما لقيت بيضه قالت له وين لقيتها؟ قالها والله لقيتها دجاج هوايه والعرب متيه، لاقي له بيضه مزرعه من بيت ما تدري، يفدوى الله وين لقيتها؟ عافيه بالسبع، ما اخذتها، ورا كم يوم جايب لها دجاج، ورا كم يوم ما ادري جايب لها، لحد ما كبر شاب الولد صار رجال، وعلى هاي طبيعته. العرب عرفت بيه، يقولها معود ابنك هيك، تقولهم لا ابنه مو هيك، ابن السبع ما ينخاذ حقه، هو يجيب حقه بيده، ادري هو مش سوى رحمه لوالديه شو جاي يجيب حقه بيده، دا يمد ايده على الحرام، يعني دا يسوي شيء غلط. المهم فد مره صارت يعني سرقه كبيره، ويعرفون بهاي المكان بيه انه هذا الشخص هو هيجي، راحوا واجتمعوا عليه وقالوا ماكو غيره، راحوا للقاضي قال لهم فلان اللي اخذ هذا الحاجه، جو يحاسبوه، ما اريد اطول عليكم السالفه. حكم القاضي انه هذا الشخص لازم يموت. قال لهم قبل ما اموت اريد شيء واحد. قال له ليش تريد؟ قال له اريد اشوف امي. قالوا بخطيه يجيبوا له امه، هو هالولد هذا ومتعلق بامه يجيبوه. فمن جايبين امه عاضها من رقبتها، يريد يشلع، هاي احنا نسميها اللوزه، كان ابوي الله يرحمه يسولف لنا اياها، وقوه جاري من عندها. يابا ليش؟ قالهم مو صوتها، من كنت صغير ما علمتني، ما قالت لي يمه هذا غلط، من جبتها مش رجعها من مكان جبتها، هاي مو مالتنا، تريد قل لي انا اجيب لك، واذا ما عندي اصبر لمن يصير عندي واجيب لك. تمام. فالقاضي قال لهم نزلوا، لا هذا لازم مو هو يتحاكم، امه تتحاسب. العبره من هاي يا اختي يا حبيبتي، هذا تصرفك مو صحيح، هاي مو محبه. علميه، شوفوا ابنك ليش دا يمد ايده، جوز ما تعرفين اسلوب حياته، جوز دا يمشي ولد دا يعلموا على هذا الطريق، يقولوا له جيب سوي، جوز انتم حارمي كلش، حارصين كلش عليه بحيث مانعينه فياخذ بدون حسكم. فعرف العله وين، ما يطلع الطفل هيجي اعوجاج بيه، مع احتراماتي اذا ما خلل من الاهل، مو انتم مخوش، لا مع احتراماتي لكم اكيد انتم زينين على راسي، بس الاهمال دايره وجهك عنهم، ملتهي بس بشغل البيت، زوجك ملتهي برا وانت بالبيت، فعايفيهم. جوز واحد مثل ما قلت لك، واحد من اصدقائه يحث على هذا الشيء، واحد من اقرانه، واحد من اقاربكم، فما تعرفين. نقول لعل ان شاء الله رب العالمين يهديه ويصلح حاله وحالنا وحال اولادنا واولاد المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وانا اقول اقعدي وتفاهمي، وابد لا تسكتين على هذا الشيء. اول لازم من يعرف ابوه، ما يصير انت بدون حس ابوه انه بتجين تنطيه حتى لا يمد ايده، لا
اقعد وياه وتفهموا وياه. إذا هو طفل علميه هذا حرام والله يجي يسوي بيك ويعاقبك وإحنا نشوفك، ترى عندنا كاميرا بالبيت والله سبحانه وتعالى يشوفك قبلنا. وإذا كبير لا، أنتوا أبو قعدوا شوفوا شنو شغلته بسياسة وأسلوب. ترى عمر هالعصا والعركة ما حلت أمر، بالعكس السياسة على قولتهم المثل يقول تطلع الحية من مكانها. إن شاء الله استفاديتي من هذا، وأنتم هم البنات إذا تحبون تكتبون تعليق حلو وتستفاد منه ميزان حسناتنا وحسناتكم. وإن شاء الله كلامي ما كان ثقيل عليك ولا عليكم جميعا، بس والله العظيم أنا صريحة ومن أحكي الكلمة أحكيها يعني من كل قلبي، أريد الشخص يستفاد يعني مو بس مجاملة، لأن الحياة مو مال مجاملات، أكو أشياء ما نقدر نجامل بها، جاملين بها مرة تعم عليك كل مرة. والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. وشفتوا غدانة وتبسينة اللي خبل بعد ما شوية سبك من جوا وتهدرت منه خليته بالفرن شويته من الوجه. والحمد لله رب العالمين، الله يزيدها علينا وعليكم نعمة ويحفظها من زوال. وغسلت مواعين ورتبت وخذتني السالفة طويلة. سويت كاستر عصرونية هيك طيب وبسيط، تدرون النهار شوي طويل ومدارس. كوب كاستر، كوب شكر، كوب حليب، 5 أكواب مي وشكر خاشوقة مال كوب شكر، خلطتهم على البارد وخليتهم على النار. من بلش يدخن صفطت بسكت بالمواعين ودرت عليه، هذا شكله النهائي. إن شاء الله عجبكم، إن شاء الله روتيننا حلو وخفيف عليكم، وإن شاء الله مثل ما قلت لكم كلام حلو وبسيط واستفادت من عنده، وما أريد إن شاء الله أكون ثقيلة عليكم. ولا هنا في مال